منى فاروق اترزعت 3 سنين سجن من أول جلسة، وخلاص هتشرف في العنبكة، وهناك هتقضيها على البرش وتاكل عيش وحلاوة، وكل ده بسبب خالد يوسف. الكلام ده حصل من كام ساعة فاتوا بعد ما حكمت عليها المحكمة الاقتصادية بسبب ظهورها في فيديو خرجت فيه وقالت يومها: أنا ترند الجيل وكل جيل، أنا جسمي حلو وأمورة وبيضة قشطة، وكل واحد في الكوكب يتمناني، وانتوا ما تعرفوش حاجة عن حياتي غير اللي بالي بالك. وخلوه ده ربنا يديله الصحة، ومخرج شاطر وزي القمر، ونجح بقوة، واتمنى ان اشتغل معاه والله. وبعد حكم أول درجة حكمت المحكمة الاقتصادية ب10,000 جنيه كفالة عشان تطلع على ذمة القضية. وطبعا كومنتات كتير كانت مرتاحة للحكم ده، وده طبعا بسبب أسلوبها، وناس تانية كتير كانوا شايفين إنها ضحية للمجتمع وكمان للمخرج خالد يوسف. فتفتكروا بقى، هل ممكن منى فاروق تتحبس فعلا بسبب الفيديو ده اللي طلعت بعد كده واعتذرت عنه؟